باين ملأنا من قلب القاهرة هذه المرة إن شاء الله مع زميل ليبي صديق وعزيز، أحد طلبة الماجستير أو ربما خلاص يعني في المرحلة الأخيرة من الماجستير، دكتور سند الشريف. مرحبتين بك دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. شرفتنا في بودكاست الرضوان. أنا شرفت أكثر. أهلا وسهلا بك، نورت القاهرة. بارك الله فيك. خلينا نبدو سريعا، نبغى نعرف الناس أكثر من هو الدكتور سند الشريف. دكتور سند الشريف طبعا طبيب أسنان، خريج كلية خليج ليبيا 2019-2020. تمام. بديت إني جات لمصر في 2020. جيت امتياز. جت امتياز في 2020. قرينا شوية، بعدين أنا كورونا تسكرت الدنيا، بعدين رجعت فتحت تاني، قعدت صمت في مصر ما تحركتش. تمام. بعدين روحت لليبيا، خدمت يعني فترة ممكن 7 أو 8 شهور. في خلال جيتي لمصر تعرفت على ناس اوريدي، في منهم من هم بدوا ماجستير وفي من مكمل ماجستير. فيلا شن رايك في الفرصة؟ تعرفت على ناس ليبيين ولا ناس ليبيين ومصريين، في اللي بادين، في اللي مكملين، في اللي مكملين لهم مدة. يلا ما دام جيت انت، يلا خش شوف شل الاوراق وهيك. وبالعكس يعني خشت، يعني طرحت حتى الموضوع على الوالد. طبعا الوالد الدكتور محمود الشريف يعني يحب يدعم العلم بشكل كبير يعني. تحية دكتور محمود. دكتور محمود طبعاً. صاحب مركز اللامعة في طرابلس وشركة اللامعة في طبعاً. طرابلس كذلك. فرحب بالفكرة وقال لي توكل على الله، يعني مشيت الأمور على طول. بديت نجهز في الأوراق. نفس الناس هذه هي سنة نفس كم؟ اللي ساعدتني. 21. 21. بديت في أنا بديت الماجستير. الماجستير يوم ممكن في شهر 10/21. بداية الترم كانت. باي كويس، ممتاز ممتاز. كانت الإجراءات يعني كويسة ومشت الأمور يعني. يعني قرار الماجستير كان مجرد إن أنت لقيت مثلا أصحاب ومعارف فقررت أنت تأخذ الماجستير، ولا كان عندك رؤية معينة؟ هو يعني لما أنت تكمل مرحلة البكالوريوس بصفة عامة ما تفكرش إلا في الامتياز وإنك أنت تبي تخدم. كويس. يعني هذا تفكير معظم الدكاترة. طبعا صح. معظم الدكاترة يعني نبي ندير فلوس خلاص. فعلا. 5 سنين في الكلية تو وقت نحن نعد فلوس. كويس. لما جي هنا لمصر وتشوف يعني تلقى روحك مثلا انت في معلومات انت مغيب عنها مهما كانت فترة الماجستير متاعك طويلة. فكرة ان انت تشوف السوق مثلا في ليبيا شو اللي ناقصه اصلا السوق. يعني في تخصصات معينة ما فيش نهائي، او تقدر تقول مثلا اي دكتور يقدر يشتغلها، لكن مش اي حد يقدر يتميز فيها. طالما انت تبي تتميز فيها لازم ما تكرس وقتك لها. شو تخصص دكتور؟ فيكسد. يس. في أي جامعة؟ عين شمس. في عين جامعة. الفيكسد لما أنت تقرأ فيكسد في عين شمس تقرأ بس فيكسد. حاليا تغير البرنامج، حاليا صار بروستودونتيك كامل فيكسد ريموفبل. لكن في أيامي لما سجلت فيكسد بروحه وبروستو بروحه. باي نبغى نعرفه تو الناس، ممكن حد يجي يسمع فينا تو وناوي إنه هو يقرأ ماجستير مثلا في مصر ولا كذا. يعني مثلا هو جاي لليبيا، كيف شنو هي الإجراءات اللي بيديرها باش يخش القسم هذا؟ ولو خش قديش بياخد منه وقت؟ 2 3 سنين 4 سنين؟ عنده امتحانات يدير فيهم، عنده كذا. نبغى السيستم كيف ماشي. حلو. بالنسبة للدراسة في مصر كلها تو عن طريق منصة أدرس في مصر، إلا ممكن جامعة الأزهر. منصة أدرس في مصر، منصة ويب سايت تخش تدير اكاونت عليه وتسجل كل شيء وتحط رغباتك ودير ابلود للكشف درجات وشهد والفات تخرج. من إمكانك في ليبيا. من إمكانك، بس لازم تجي قبلها مثلا حتى لو زيارة شهر تجي تختم الورق متاعك من السفارة ومن الخارجية المصرية وتقدم على المعادلة. لو أنت من جامعة خاصة المعادلة تاخذ ممكن من شهر ونص لشهرين. لو من جامعة حكومية زي جامعة طرابلس عادي ممكن خلال يوم أو يومين نعمل تطلع المعادلة يعني. واللي وصاحب الشهايد هو لازم يجيب روحه ولا ممكن ينوب عنه حد من العائلة عادي. في السفارة الخارجية المصرية ممكن ما فيش مشكلة عادي. مجرد ما يتم الورقة ما ويختمهم والمعادلة يدير أبلود للورق هذا كله في أدرس في مصر. طبعا يفتح في التسجيل هم ممكن نهاية 6 أو 7 ويسكر في 9. فيردوا عليك وتمشي تراجع مثلا مع الكلية تشوف مثلا القبول وين ماشي وهيك وتمشي الأمور يعني. مش يعني ما فيش حاجة إن صعبة ولا مش مفهومة يعني. سهل الموضوع جدا. والفرضنا أن أنا توا سجلت في قسم الفيكسد. حلو. في جامعة عين شمس. حلو. طبعا جامعة عين شمس من الجامعات القوية جدا في مصر طبعا. وفيها ناس يعني ما شاء الله تبارك الرحمن دكاترة يعني على مستوى. طبعا. لو فرضنا أن أنا سجلت
قديش تتوقع ياخذ مني الماجستير؟ هل هو من 3 إلى 4 سنوات من 3 إلى 4 سنوات؟ فرق السنة هذا يعتمد على نشاط الطالب يعني. اكاديميك ماستر او كلينيكال ماستر. لا دي نقطة مهمة لازم تشرحها يعني لنا. الماجستير في كلينيكي واكاديمي، اللي هو يسموه في ليبيا الماجستير المهني. تمام. اللي هو ما فيش ثيسس، ما فيش رسالة. ايه مجرد انت حتكون يعني لما تكمل حتاخذ شهادة انك انت اخصائي في التخصص اللي قريت فيه. هذا المهني. هذا المهني. إيه الكلينيكي؟ لا هذا المهني اللي هو الكلينيكي. الكلينيكي تمام. أيوة. الأكاديميك الثاني طبعا بثيسز، نفس المواد، نفس الامتحانات، نفس الريكويرمنت، نفس كل شيء. بس هو الكلينيكي لما يكمل أنت تقعد لك كأكاديميك كانديديت، تقعد لك رسالة يعني. باهي الزوز يقدروا يقروا ولا واحد بس اللي يقدر يقري؟ الأكاديميك طبعا. الأكاديميك بس يقدر يقري. والأكاديميك هو اللي حق له PhD على ما أظن إنه يكمل، بس الكلينيكال لا. وحضرتك أنت شنو اخترت؟ لا أكاديميك. أكاديميك وناقشت أنا الحمد لله. وناقشت كملت. باهي مبارك. باهي كويس ممتاز جدا. نسألك سؤال يعني. لما أنت جيت تو قررت تاخذ هذا يعني تو القرار الماجستير هو أنت ناوي تقري بيه، أو أنت شفت ثغرة في السوق تبي تغطيها، أو أنت مثلا بدل ما ياخذوا الدكاترة 40% تبي تاخذ 50% بما أنك أخصائي؟ كيف ناخذ 50% يعني. مش موضوع. الحوش حوش نقول لي. أيوة. لكن مش عارف الكلام هو كان يوصل ممكن يغير رأيه. يوصل الدكتور. لا نبغى يوصل عليه. والله شوف يعني الجاب اللي موجود في ليبيا في السوق طبعا محتاج إن حد أخصائي، أو مش حتى حد إنه أخصائي، بس حد يكرس نفسه للمهنة نفسها أو للتخصص نفسه. يعني زي اللي قاعد يصير مثلا تو دكاترة في ليبيا موجودين، في اللي مكرس روحه للإندو، في اللي مكرس روحه للكومبوزيت، في اللي مكرس روحه للجراحة مثلا. وهذا يعتبر يعني قري فيها بيبرز، خدم فيها حالات، طور من نفسه فيها، بغض النظر إنه هو دار ماجستير فيها أو لا. يعني اختياري إنه كان ماجستير نفس الفكرة ليهم هم، يعني كرست روحي لتخصص معين وكملت فيه. بس باهي لو جاء واحد من الطلبة جدد ما هو سألنا باعتبارك أنت خط المرحلة، يقول لك أنا الغرض متاعي إني نقوي روحي في البريباريشن والفيكسد، هل نخش ماجستير ولا يكفيني كورس واثنين وثلاثة وتمام وخلاص؟ لو بريباريشن يعني ممكن تاخد هاند سكيلز كورس عند أي حد، هو بس يعني الفيكسد أكبر من هيك يعني. أيوة شنو هو اللي أكبر من هيك؟ الفيكسد ممكن يعتمد يعني بشكل كبير على التريتمنت بلانينج. يعني أنت كان يمثلونا مثلا في الكلية كأنك أنت في سينما وعندك شاشة كبيرة جدا، ولو أنا شخص قاعد مدرس ماجستير حنكون قاعمز في أول كرسي قدام الشاشة. الماجستير يرجعك آخر كرسي بتشوف الفيلد فيو كامل كبير. لما تشوف الحالة بنظرة دكتور مثلا GP في حاجات معينة أنت مش حتشوفها، لكن لما تاخد معلومات ونولج يعني يجهزك إن أنت فعلا تشوف الفيلد فيو كامل، يعني تشوف الحالة بمنظور تاني مش بمنظورك الأول يعني قبل الماجستير. وهذا اللي صار معي يعني أنا في 2021 طبعا مش زي تو، فرق كبير طبعا. يعني نظرتي للحالة من أول أنا من ندير دوكيومنتيشن ومنشوف الحالة على طول نبدأ نحط في تريتمنت بلان مختلفة على اللي كنت نحط فيها من 4-3 سنين فاتوا. كيف تشوف فيه سوق الفيكسد في ليبيا؟ من ناحية مثلا من ناحية الدقة في الشغل، من ناحية إقبال الناس، الوعي به سواء دكاترة أو مرضى. لا أهم شيء الوعي، إن الوعي قاعد يخدموا سنهم في ليبيا، هذه أهم حاجة نحافظ عليها. كويس هيك تو إحنا نبغى نطوروا من روحنا. باهي كويس. نحن استكينا من المضاد قبل إنهم يسافروا يخدموا سنونهم برا. ما دام يقعدوا في ليبيا تو ما عنديش مشكلة. أنت تقصد يسافروا يخدموا سنونهم برا في الفينيرز وهيك؟ فينيرز وتركيبات يعني بصفة عامة، تركيبات بصفة عامة يعني. تمام. وزراعة وكل شيء. تمام. طالما إنهم الناس بتقامز في ليبيا وتخدم سنونها في ليبيا، هذا شيء ممتاز جدا. كيف نطوروا منها هذا سهل، مش مشكلة. وعي يعني، بس وعي وسيلف ليرنينج أكتر شيء. كويس. فأنت أكيد تشوف في بوستات في السوشيال ميديا وكذا، والناس تحط في تركيبات سواء زركوني ماكس غيره كذا، كيف تقيم فيهم من وجهة نظر أخصائي؟ ولا الفاينل ريزلت هذه ريزلت معمل أول شيء. برب الدكتور. برب الدكتور ما أكيد يحط في برب ويحط في الفينش لاين ويحط في الدنيا كيف. هذا ما يبانش بيبان كلينيكالي، هذا يبي برب، هذا بيشوف المارجن أوكي. لو ما الأخصائيين يبوا بروبات، إحنا العين في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا لا، السوشيال ميديا هذا شغل معمل.
لو اني طلبت منه هيك هو ده اللي زي ما نبي فاهم ونعمل ممتاز جدا. لكن يعني ما في يعني بس انت طلبات يعني ما تبي السنة مثلا هي ناتشرال فهو حيديرها لك ناتشرال، فانت لو صورت هذه خدمته هو عرضتها. إيه. يعني ممكن ما بتوري ان انت هذه خدمتك واللي انت ثابت عليها، هذا شيء كويس انك انت تقعد تتعامل مع معمل هذا والخدمة هذه تقدم فيها باسمك انت، هذا شيء كويس جدا ممتاز. تو انت ان شاء الله خديت تخصص الاكاديمي فيكسد، انت ناوي بتدرس لما ترجع ان شاء الله بعون الله في جامعة احدى الجامعات الليبية، ممكن طرابلس او غيرها يعني؟ ايه ان شاء الله بعون الله نشوف فرصة وينك وربي يسهل ان شاء الله. شنو الدافع عندك للتدريس؟ انت تو صح حضرتك ما شاء الله شركة وعيادة ربي يبارك، يعني امورك تمام وكويسة وممتازة، ايش اللي يخليك تقري مع ان التدريس حيكون اقل دخل فيهم ماديا يعني؟ والله عادي يعني في ناس تشوف فيه شغف مثلا، تشوف فيه عندك تفيد ممكن تحب غيرك؟ تشرح هيك مثلا، تحب توضح مثلا الحاجات المغلوطة، تحب كذا هيك كانت بداية يعني. تكون جزء من منظومة التطوير هذه. بالضبط يعني مش إن مش حب كبير في التعليم كانت، بس لما تشوف إن أنت عندك معلومة زيادة يبدأ عندك شغف إن أنت تبي تعطيها أو تبي تغير رأي شخص تاني بالمعلومة اللي عندك أنت، هذه تكون متأكد منها طبعا يعني. تو انت بالنسبة تو احنا خلينا في موضوع التدريس، تو احنا قرونا ما شاء الله زمان اساتذة كبار في الفيكسد وغيره وكذا والى اخره، ناس كلها قارية برا. في الفترة الأخيرة ما عادش اللي بين يقروا برا هلبة، باعتبارها ما عادش في ابتعاث زي قبل. يعني معظم الدكاترة اللي نعرفهم يقروا في مصر أو يعني في المحيط القريب هذا. هل تشوف فيه أنت مع عدد تزايد عدد الجامعات في ليبيا حيلاقوا عدد من أعضاء هيئة التدريس يغطي كل لا طبعا، المتطلبات هذه؟ لا طبعا، لا طبعا. كيف لا يعني ناقصين؟ يعني متوسط عمر أعضاء هيئة تدريس في ليبيا على حسب علمنا نتكلم في 50 سنة. يعني لو نتكلم عن جامعات حكومية ممكن قوانين التقاعد وهيك ما تسمح لهمش إن هم يكملوا أكثر من 10 سنين تانيات على ما أظن. فالشيء هذا حيسبب جاب كبير هلبة. يعني في عندك جزء كبير من أعضاء التدريس مش حيكونوا موجودين في المنظومة التعليمية محتاجين تعويض الفترة هذه طبعا. والتعويض أنت يعني ما نعرفش هل توا في ما نعرفش هل في ناس يعني مبتعثة من جديد وهيك، ما نعرفش. يعني بالنسبة لي أنا مثلا في عين شمس يعني لي هلبة ما شفتش مبتعث مثلا من ليبيا. من ليبيا. الأغلب على حسابه الخاص يعني. فاللي عنده قدرة مادية يتوكل على الله لأنه حيكون بروحه في السوق. معليش ممكن توضح لنا القدرة المادية دي شو معناها؟ يعني كم يكلف مثلا ماجستير في مصر؟ والله كم يكلف الماجستير لي؟ تو بداية ممكن يبدأ من $8,000 في السنة. يعني $8,000 في السنة في 3 سنين. ممكن يتجهوا لي مثلا على الوضع تو ممكن أنا نتجه، لو أنا ما بديتش حنتجه تو للأزهر. حنقدم على منحة الأزهر ونكمل في الأزهر أحسن. منحة من الجامعة نفسها؟ بالضبط. منحة من الجامعة نفسها. كان موضوعك مادي. لو يعني مقتدر ماديا يعني عين شمس كانت خيار وحتظل خيار أفضل خيار يعني. خيار ممتاز عين شمس. بديت قسم الفيكسد قسم قوي جدا. قسم يعني الفيكسد الدكاترة اللي فيه يعني يعتبروا مجد زهدي ودكتور طبعا يعتبروا من يعني الزبدة هنا في مصر في الفيكسد يعني. لا جامعة قوية طبعا. تمام. معلش نبغى نوضحه أكثر لزملائنا. احنا تو $8,000 في 3 سنين، يعني قديش هو يتطلب منا يقعد في مصر؟ طول التيرم ضروري يكون موجود ومتوسط المعيشة وكذا. معلش نبغى نعاونوا احنا الدكاترة اللي جايين اللي ولا ناويين يجوا. يعني الدراسة في مصر ماهيش دراسة بارت تايم يعني، ضروري يكون موجود. ضروري يكون موجود لأنك عندك ريكويرمنت. عندك ريكويرمنت في العيادة يعني طبعا في العيادة أو ريكويرمنت كسيلف ليرنينج ثيسز أو مش ثيسز يعني كسيلف ليرنينج مثلا. لو انك عندك assignment، لو عندك شيء فانت في خلال اسبوع لازم ما تخلصها يعني، فمضطر انك انت تكون موجود. كويس بالضبط. ايه يعني قديش تكلفه مع المعيشة في مصر؟ لو قلنا في القاهرة بيقرأ في عين شمس مش حنلقوا احسن منك واحد خبرة يقول لنا؟ على حسب يعني، ما انا مثلا ما كنتش قاعد بروحي، مثلا في شخص بيجي يقعد بروحه فيفرق متوسطات معليش يعني. ممكن يعني $1,000 شهريا مثلا، ممكن في حوالي $1,000 اقل يعني.
في البدايه، بس بعدين لما تخش معامل وتبدا تدفع في ماتيريال اوكي حتعدي المبلغ. في المراحل الأخيرة دي، في السنوات الأخيرة. طبعا. بالنسبة للشباب اللي جايين جدد، أنت أنا نعرف أن عندك أنت حتى يعني خبرة أو مشارك في مركز تدريب على ما أعتقد، صح؟ أو بالضبط. مشرف أو انا حاجة زي كده. من تيم الدكتور ماجد زهدي في نور الدين اكاديمي. أيوه تيم بالضبط. الفيكسد يعني. تيم الفيكسد. بالضبط. تمام. أكيد تشوفوا في طلبة ليبيين وكذا. واحدة من الأسئلة المحيرة وين نمشي في مصر، طلبة الامتياز يجي جاي هل نمشي للفيوتشر، نمشي ندير لها كورسات، نمشي كذا. ديما السؤال هذا محير وديما يتسأل لنا يعني نبوك تقول لنا يعني خريطة، هل في خريطة أصلا هو ولا فيش خريطة؟ انا من اللي شفت انا ما عادش قاعد ننصح في حد. لا. ممكن لما تنصح حد يفهمها بطريقة تانية. بس المهم انك انت لازم تعرف مين اللي حيدربك. ولو انك حتى تدخل على صفحات التواصل متاعه وتشوف شغله، تحاول تتوقع مثلا انت الريزلت تصل لك كيف بيكون من خلال خدمته هو. هذا من ناحية الكلينيكية. من ناحية النظرية كل الناس كويسة. كل الناس كويسة نظريا. كل الناس كويسة. هو التحدي ديما في الحالات السريرية والكلينيكية. يعني مرحلة الامتياز انت مش مطلوب منك غير انك انت تنحط على اول طريق الصح وحتكمل بروحك. مش حتتعلم كل شيء. يعني اللي يقول لك انا بنعلمك كل شيء في شهر وشهرين، انا ما اشوف فيه يعني كلام مش اكتر يعني. بعد ما تروح بس انا نحطك على الطريق الصح بالجايد لاينز الصح، وانت حتتعلم وحتولي شغلك ممتاز جدا يعني. بعد ما تروح ان شاء الله انت ناوي تفتح اكاديمية تدريب ولا بتتعاون مع واحد منهم؟ نفتح لا تتعاون مع الموجودات طبعا. تتعاون مع الموجودات يعني مراكز كبيرة ما شاء الله يعني. ايه ما شاء الله. في ليبيا في ممكن اللي نعرف في طرابلس في حوالي 7 أو 8 أكاديميات. ايه فعلا. وشغل ممتاز يعني. ويعني وفي تجهيزات حلوة يعني. واحنا قبل مشينا يعني مثلا انا ودكتور ماجد زهدي لإكسلنس على مرتين، فكان تجهيز كبير هلبة يعني. ما فيش أكاديميات في مصر ما عندهاش التجهيز هذا. تكلم على 24 يونت على كذا. CBCT طبعا CBCT ضروري. طبعا تحية لصديقنا دكتور مفتاح، إنسان مجتهد وإحنا فخورين طبعا شركة الرضوان. يعني كنا بارت كبير من تجهيز إكسلنت وما زلنا إن شاء الله في تعاونات كبيرة ما بيناتنا. خليني نولي لموضوع الفيكسد شوية. إحنا زمان عندنا الفيكسد دي بريباريشن، وقول للمعمل يا اما BFM يا اما زركون يا اما إيماكس. حلو. يعني هذا الستاندر متاعنا. تو في جو جديد طالع ديجيتال وخش 3D برينتر وحتى الزركون يعني بدأ في تطورات أكثر. يعني زمان احنا كنا بلوكة واحدة نحط عليها برسلين بعدين نخش الجينيريشنز هي وكذا. كيف تشبح في التطور هو اللي صاير بتاع الديجيتال؟ هل تشوف فيه يعني مجرد نزعة تسويقية أم إنها هي لها حقيقة علمية وموجودة ولها يعني مستقبل حقيقي؟ لا هي طبعا يعني لها مستقبل حقيقي، مستقبل كبير. سبب وجودها demand patient. ممكن مثل هذا مش في الوطن العربي، كان برا أما تو بدأ موجود في الوطن العربي. demand البيشنت في السرعة مثلا ولا في شيء؟ في الكواليتي والفاينل ريزلت. يعني في شغل التجميل بصفة عامة يعني إنه هو يبي سنونه زي كذا، يبي سنونه ناتشرال يعني. ممكن فكرة السنون الشلكي وايت هذا اللون هذا ممكن خلاص انقرضت خلاص. انقرضت هذه خلاص. مع السوشيال ميديا كلها يعني. حتى كنت نشوف في فيديو مثلا لدكتور نور من 2 أو 3 كان منزله. لما يتكلم يعني بيقول لك لما يتكلم معك شخص قدامك لازم يكون في اي كونتاكت بينك وبينه. شيء ممكن يخلي الاي كونتاكت هذا يتنحى. لو يكون عندك حاجة الناتشرال ممكن تكون حلوة بس هي مش ناتشرال. يعني لما نتكلم معك نعرف ان انت مدير حاجة في سنونك. وهذا مش هذا شغل التجميل. شغل التجميل انك انت ترد كل شيء لطبيعته. يعني سنون حلوة مرصوصة كويس، شيد ممتاز ماتشنج معاك انت. مش شيء غريب. هذا شغل التجميل. في إجابة نموذجية تقدر تقولها لي شن هي التركيبة اللي تعطيك الناتشرال شيد هذا أو الناتشرال أبيرنس ما بين الإيماكس وما بين الجينيريشن المختلفة للزركونيا؟
حلو. الكات باك بصفة عامة البورسلين هو اللي يعطي النتيجة هذه. البورسلين اللي أحلى شيء طبعا البورسلين هو اللي تقدر تعطي دبث للكلر متاعك في التركيبة نفسها. شو معنى كتباك؟ كات باك إن هم يحطوا مثلا يعني عارف الطبقة مثلا الطبيعية يحطوا في دنتين وإنامل وأوبيك وحاجات زيك يعني. تمام. فمع الكات باك في أنواع تانية يعني في دنتين موديفاير في هالو افكت في مثلا ماميلونز وكل حاجة لها شيد معين أو لها لون معين يعني. تاخذ وقت أكثر من استخدام هذا كل حاجة يسموه فيها كلر مابينج. يعني مثلا لما بنميمك تو سنترال 1 سنتر على السنتر اللي في جنبها عندي حاجة اسمها كلر مابينج. هنحاول نكستراكت الكالرز اللي موجودة في السنترال وبنعوضها ببورسلين بكلر مابينج في التركيبة الجديدة. فهذا أصعب شيء في الشغل التركيبات إنك أنت تممك يعني مثلا 1 يونت. طبعا تخليها زي السن اللي جنبها. طبعا باهي هذا اللي يعني تو كنت في الصين تو نشوف فيه التركيبات أو البلوكات الزركون دو مالتي لاير وفايف لايرز وسيفن لايرز وكذا وإلى آخره. هل هذه ما تعوضش شوية موضوع التعقيد اللي في البورسلين لأنه مش هيقدر حد يقدر يخدم على حسب المابك أنت شنو الريزلت اللي تباه. لو مثلا سمايل ميك أوفر لا عادي مش مضطر إن أنت سمايل ميك أوفر يعني كلهم زي بعض بالضبط. أنت مثلا تاخذ من كناين أو من الفور للفور إيفن على حسب السمايل بتاعك يعني. مش مضطر ان انت تميمك اي شيء. خلاص انت مجرد ان انت حتدير شغل ناتشرال برضو حيكون كات باك بس بالوان اهدى مثلا وبس. بس مش يعني كبلوكات زركونيا مثلا ممكن نبتعد عليها في شغل التجميل يعني. مش مضطرين نحن نتعامل مع زركونيا في انتيريور. انت عارف وضعنا احنا الاقتصادي يعني صعب نقدروا عليه او مش كل البيشنت يقدروا على البورسلين او الايماكس بالاحرى. لو احنا اضطرينا نخدم زركونيا هل عندك اي نصائح معينة كي تعطيها كفيكسد نوع التركيبة اللي تستخدم في الانتيريور؟ والله زركونيا انت هيك معاش ولد كونسيرفتيف لو السنون يعني انتاكت يعني هتضطر انك انت تشتغل فول كفرج. تمام. مع ان في ناس او نشوف مثلا في فيديوهات يخدموا بزركونيا فينيرز وبروتوكول معين بس انا ما جربتش. انا تو كنت في الصين في شركة اعطتني بلوكة تو انا جاي تو في المؤتمر مسمينها فينير اكس وقالوا هذه زركونيا هي وتقدر تستخدمها از فينيرز بالبروتوكول السيمنتيشن بتاع الفينيرز نفسه مع ان هي زركونيا. هل كيف يعني مثلا هل يأثر فيها الهيدروفلوريك اسيد؟ ما هذا طبعا زي ما قلت لك هذا كلام شركة بعدين يتضح بعدين ممكن لأن ليش ذكر أول ما نزلت بلوكة الإيماكس زركونيا في ليبيا بتاع إيفوكلار اللي زركادة اسمها إيماكس. تمام أيوة والناس مشت بها إيماكس بالضبط يسحبوها إن هي إيماكس يعني يحسبوها إيماكس هو لاين يعني إيفوكلار مسميتها إيماكس بس هو مش ليثيوم دايسيليكيت هو مش ليثيوم دايسيليكيت صحيح. فممكن تكون هذه نفس الفكرة يعني بتاع الشركة الصينية يعني بس أوكي بلوكة حلوة تستخدم أنتيريور بس كراونز مش فينيرز بالضبط. يعني المريض اللي بيجيني مدى بيه انه هو ما يجيش بشكوى انه في دي بوندينج ولا شيء. ما فيش بروتوكول جديد يعني في البوندينج او السيمنتيشن. دكتور مره في بودكاست دكتور محمد شمس تقريبا ومعه هو بودكاست بيسكو ومعه شنو اسمه باسكال مانيه لا ادوارد ماكلارن ماكلارن ممكن هو مداير بيبر على الزركونيا فينيرز وحاط بروتوكول معين تقريبا يعني. ماكلارن من 2 أو 3 كان عندنا في ليبيا في بنغازي. باهي جميل جدا. خلينا نسألك دكتور سنة تو في موضوع تاني أو موضوع مهم أو يلحق الموضوع هذا موضوع المعامل. ديما في ليبيا عندنا عركة بين الدكتور والمعمل. أنا عندي عركة بين أنا قناعتي إن المعامل مظلومة. كنا مظلومين. المعامل مظلومة أكثر يعني مش أعرف يعني ليه نشوف في هجمة يعني صح يعني أكبر من حجمها على المعمل. مانيش عارف قول لي رأيك أنت. هو فاهم كل واحد يشوف في روحه مظلوم طبعا. أنت كيف تقيم شغل المعامل في ليبيا؟
كتجهيز ممتاز جدا وممكن احسن حتى من مصر. لا في النهايه تمام. نبو النتيجه احنا. ما هو انا جايك واحده واحده. ايه. الفرق بين ليبيا وبين مصر بين اليد العامله. امم. او خلينا مصطلح يد عامله يعني من خلينا نقوله مثلا خلينا نقسموها لديزاينرز وسيراميست. تمام. تمام. كديزاينرز في ديزاينرز كويسين في ليبيا بس مش بالكم اللي موجود في مصر. فالكم الموجود في مصر هو عاطي فرص لناس تشتغل اونلاين بتكلفة اقل. كسيراميست برضو في مصر في ناس تشتغل فريلانس. انت عندك معمل انا عندي معمل وتيلي انت 10 يونت نجيك في ساعتين نكملهم نمشي بنعمل اللي بعده 10 يونت نكملهم وهكذا. هذا برضو مقلل التكلفة. وفي خطوات نفسها في التصنيع تقلل في التكلفة ومستفيدين منها هنا في مصر. ما نعرفش هل المعمل في ليبيا يستخدموا فيها ولا لا. فالفاينل ريزلت يعتمد على زي ما قلت لك على البيشنت ديماند. لو بيشنت لو ما فيش وعي من المريض يضغط على الدكتور يبي نتيجة معينة، الدكتور بالتالي يضغط على المعمل يبي النتيجة هذه، ما فيش حد حيطور من راحة. هما في حاجة ثانية ممكن الدكاترة مش واعيين بها، مش عارف توافقني أو تعارضني في الموضوع، إنه هو مثلا يشوف في السوشيال ميديا والصور اللي تنباع يخدموا فيها دكاترة الفيكسد، يشوف في مثلا نتائج مبهرة، والنتائج المبهرة دي مش هتطلع بالتركيبة اللي تطلع من المعمل ب120 و150 دينار. صح ولا أنا غلط؟ ما اعرفش هو شنو فيه مازال حاجه ب 120 دينار بقى كويس. لا بزال في الزركون بيزيد في لا حتى الزركون مونوليثيك مش كتباك، ممكن كتباك سعر حيزيد اكثر. المونوليثيك مونوليثيك. ما هذا هو قلت لك في هلبة دكاترة فعلا ما تعرفش الفرق. بالضبط. على حسب الفئة اللي انت تتعامل معها من المرضى اول شيء هي اللي بتخليك تتعامل مع معمل بالكواليتي اللي انت تطلبها منه. يعني حتى لو هتوصل لدرجة المعمل يعني لو انت عندك لود مش حيستغنى عليك، بالعكس هو حيزيد يطور من روحه، ممكن يسافر ياخد دورات. فبالتالي انت حيضطر ان هو يخدمك باي شكل ويطور من نفسه باي شكل مش ان هو يوصل للريزلت اللي تباه الحاله. فهذه هي السايكل. السايكل تبدا من البيشنت ديماند وتنتهي للمعمل. فمش مش جاب من المعمل بس او من الدكتور بس. يعني تو نبي نتيجة زي النتيجة اللي طلع فيها دكتور نور، قديش كلفني المعمل؟ ممكن نتكلموا بالدولار. نتكلموا بالدولار حوالي $50 $40 لليونت. $50 يعني 500 جنيه تقريبا. هذا مش سعر دكتور نور، هذا سعر سعر المعمل. سعر المعامل. ونتكلموا بالعامل ممكن أعطيك أسماء معامل حلوة هلبة في مصر. قول لي أعطيني أسماء بنستفيد. في معمل بتاع أستاذ آية هشام تقريبا. لا مش آية هشام تقريبا في دبي هذه ولا عندها قاعد هنا؟ لا هو اسمه أكسس. أكسس دنتال لاب. أكسس يس. فتحت ممكن تو في دبي فرع. وفي معمل تاني اسمه ماميلونز حلو برضو. ماميلونز نسمع بيه هذا المعمل. نسمع بيه. وجت فترة هو أصلا بعت شغل لليبيا. فشغل ممتاز جدا. يعني هذه المعامل اللي يتعاملوا معها أكبر مراكز. وفي معمل فارس حتى في المنصورة تاع الدكتور عبد الحليم. بالضبط. هذه ممكن. وفي معمل اللي هو في DDS وفي DDA. في معمل تاني اللي هو في معمل في أكتوبر سمعت بيه متاع شخص سوري تقريبا. أكسس تقريبا. هذا هو أكسس. ممكن أكسس. لو قلت لك دكتور أنس أنت تو المسؤول عليه تطوير جزئية المعامل هي في ليبيا، هل عندك ستبس معينة في دماغك تقدر تديرها؟ أو على الأقل نقصر الجاب هذه اللي بين الدكاترة والمعامل. يعني مثلا هل في خطة تريننج قوية؟ خطة كذا؟ طبعا من ناحية يعني خلينا نبتدي عن الناحية المادية لأن الوضع مش مفهوم. ممكن نتكلم لا تو أنسى الناحية المادية. إحنا نبو نطلع أحسن كواليتي في النهاية مهما كانت الناحية المادية. قاعد في ديماند، يعني قاعد في ناس تقدر على الأقل الخدمة تكون موجودة. يعني كوميونيكيشن بين الدكتور والمعمل بتولز معينة مثلا.
سواء إنه بالصور أو إنه يعني مثلا الطريقة اللي نخدم بها إني مثلا ناخد فصول ونبعث للمعمل، المعمل اللي يدير الديزاين قبل ما يدير لها ميلينج أو برينتينج يبعث لي STL فايل نشوفه على الموبايل يعني. نأكدوا على كل شيء بحيث إن إحنا نقصوا الفيزيتس على المريض فالتجربة تكون أحلى. فهذا ممكن اللي محتاجينه، بس إن هو مجرد كوميونيكيشن يعني إن يكون في كوميونيكيشن مظبوط. لأن حتى ولو ندير زيارة واحدة قبل ما نتعامل مع المعمل ندير له زيارة في المعمل نشوف المواد اللي يستخدم بها هل فعلا هي مواد أصلية. يعني في مشكلة مثلا الإيماكس مش كل الموجود أصلي، مش كل بتاع إيفوكلار صحيح. بس في الأخير يسموا فيه إيماكس. يعني لما ندفع مثلا 250 دينار في ماتيريال لازم نتأكد منها ان هي اي ماكس بالضبط، نتأكد منها هي ماكس أو حتى ماتيريال تانية بس أنا نكون عارفها شنو هي. يعني في أنواع غير الإيماكس GC مثلا في هلبة شركات عندها انجوت يعني ليثيوم دايسيليكيت، بس أنت مضطر إن أنت تعرف النوع شنو يعني عشان تتأكد. زي ما قلت لك إن هو كوميونيكيشن بس. باهي كويس. خلينا ننتقل لجزئية ثانية اللي هي جزئية الشركات بالذات. هنا تو نشوف فيك مثلا أنت قاعد هنا بين مصر وليبيا وأنت حضرتك صاحب شركة تعتبر في ليبيا. شنو الفرق بين السوق الليبي والسوق المصري؟ هل لو مشت اللامعة غادي ولا مشت رضوان غادي يقدروا ينافسوا هنا في السوق المصري؟ الوكالات اللي عند اللامعة ورضوان مقسمين في مصر على 100 شركة. فعلا صح، حقيقة هذه حقيقة. فالسوق المصري كبير ممكن معش نلحقوا نجيبوا طلبيات. غير كبر الحجم. شن الفرق اللي تشوف فيه؟ هل تشوف فيه فرق في النضج في السوق مثلا، في وعي الدكاترة، في الخدمات اللي تقدم فيها الشركات؟ السوشيال ميديا تتحكم في أغلب السوق المصري. السوشيال ميديا السوشيال ميديا تتحكم فيه بشكل كبير هلبة. يعني ممكن فيديو ناتو لو نتكلم عن ماتيريال وانا هنا في مصر ومصري ممكن نأثر في مبيعاتها بالسلب أو بالإيجاب يعني. وفي ليبيا في ليبيا لا، في ليبيا بالمعارف بالجودة لازم تنزل السوق فالموضوع يفرق شوي. يعني تقصد ان الدكتور ينزل للسوق ويدور؟ طبعا الشيء هذا يعني اولهم انا مثلا انا ننزل ناخذ بضاعه مثلا نحب ننزل لمكان واحد ناخذ منه كل شيء. في مصر الموضوع يختلف. هنا مثلا زي شركه اللامعه ولا شركه الرضوان هي عندها مكتب ما عندهاش ستور. ما تبيعش قطاعي الا مثلا او ممكن تبيع قطاعي بس اغلب بيعها جمله. ما تصدمش اصلا مع شركه مع السب ديلرز. يعني هم زباينها السب ديلرز، الاند كاستمر مش زبونها يعني الا بقله قليله ممكن. بل لو سألتك نفس السؤال، لو في فرصة لتطوير السوق في ليبيا هل تشوف في جاب حقيقية وإحنا نقدر نطوروها مثلا فينا إحنا كسوق كشركات وعلاقتنا في النهاية مع العيادات يعني؟ والله مع السوق ومع الطلب أنا نشوف فيه يعني اللي صار ده كويس يعني مفيش. ما أعرفش أنت ممكن بالك عندك رأي تاني يعني. أنا نبي نسمع رأيك. أنا موجود في مصر، أنا موجود في مصر نجاوبك على اللي شفته هنا، لكن أنت أدرى بالسوق غادي ممكن أنت تفيدني أكثر. لا في النهاية أنت موجود في الاثنين أكثر مني يعني. لو بنقسمون بين مصر وليبيا حضرتك موجود أكثر فهمتني، ومحتك بناس وتشري ديما في مواد ومعدات وغيره وكذا، وعندك زملائك المصريين كذلك ديما يشروا فهمتني، نظام الدفع والأقساط وغيره وكذا يعني. كل الحاجات هي في أو نظام المرتجعات مثلا والضمان. في نقطة يعني هذه نقطة فارقة هلبة في مصر. لو أنا نبي نشتري جهاز CBCT في مصر هنا مش مضطر إني نحط مبلغ كامل فيه. نتعامل مع البنك ونقسطه. في ليبيا تقسيط مباشر من الوكيل. يعني احنا الشركات كلها ممكن زي اللامعة زي رضوان ده راس مال محدود يعني. فانا لو فتحت تقسيط لعدد كبير من المنتجات ممكن معش نلقى باش نجيب اوردر الجاي. عكس هنا في مصر انت فلوسك معاك والبنك هو اللي يدفع. صحيح. فهذا شيء تاني يخلي فعلا المصري انه هو ياخذ CBCT جهاز غالي ما عندهش مشكلة في النهاية حيخلص
بس انه استثمر فيه يعني. على فكرة تو في شركات أقساط في ليبيا، وفي حتى ممكن المصرف أنا شفت التجاري قلت لك حتى عليه هو. بعيد. ايه في شركات أقساط، ممكن أنت يدير معاها عقد، حلو. وشركة الأقساط هي تخلص الشركة بديسكاونت معين للشركة، وهي تقسط للدكتور. جديد الموضوع يعني، أنت مش ماكش بعيد يعني، قاعد آه. جديد جدا. يعني احنا حتى احنا في شركة الرضوان قاعدين في طور يعني في طور إن نوقع عقد مع الشركات، هي شركات الأقساط، باش تسهل طبعا علينا هذه يعني. حتزيد الطلب بشكل كبير طبعا. ايه حتزيد الطلب وتريحنا، تريح اكيد الدكتور اكيد وتريحنا طبعا. احنا يعني. يعني انت بدل ما تقسط له على 6 شهور يقسط مع الشركه وعلى سنه مثلا، بطريقه اريح. ايه فعلا فعلا. في ختام البودكاست دكتور سند، في اي نصيحة بتعطيها لزملائنا الليبيين بالذات اللي جايين لمصر هذين؟ باي حلو. خلينا في نقطه مبكر قلت لك عليها انا. ايه. بالنسبه للمعامل، في بروتوكول هو يستعملوا فيه هنا في معامل ممكن موجود برا، بس ما نظنيش شفته في ليبيا. ايه. هو ينقص من التكلفه ومن الوقت في حالات الايماكس. طبعا إيه. خطوات الايماكس عارف ان انت لازم تدير واتساب أوكي. ومولد وانفستمنت وكذا كذا. صحيح. في خطوه الواتساب هذه تاخذ فوق. هذا في حالة البريسنج طبعا، مش حالة بالضبط الميلينج. بريسنج. ايه. انا ما بيش إيه. نتكلم على الكاد كام لان إيه. الكاد كام مم. تكلفه عاليه هلبة على المعمل وبالتالي للدكتور، فاولهم انا مش حنطلبها. تمام. خلينا في البريسنج. تو موجود فيه ريزن بيرنبل. يعني إيه. انت مجرد ان انت الدكتور كمل البريب، ايه. خذ سكان او امبريشن، بعته للمعمل، المعمل دار ديزاين ديجيتال، ايه. طبع الوكسب هذا ايه. بريزن. باع الواكس بريزن. ريزن 3 دي إيه. برينتد ريزن، ايه. تمام. بيرنبل ريزن. تمام. يعني يصير إيه. يعني يصير له كاستنج. ايه. تمام. اوكي. في المقابل ايه. في ريزن. ايه. طبعا الكلام هذا ممكن عليه كوميشن من شركة رضوان. ريزن اسمه دي 12، هو تقريبا دي سي او دي سي سي. دي. ايه عرفت الدنتال كاست. دنتال كاست 12. دنتال كاست 12. اسمه الثاني في البروشور بتاع الشركة واكس لايك ريزن. ايه تمام، لون اخضر هنا. طريقة احتراقه ايه. زي الواكس بالضبط. يعني ما يخليش في شوائب، ما يخليش في ما فيش غازات، ما فيش رماد، ما فيش حاجات هذه كلها وقت الكاستنج، وقت البيرن اوت مش حتكون موجودة. وممكن هذا حل تاني. ممكن يزيد سعر الرزن. ممتاز. لا بنغلي يعني سعره ما تخافش. فهذه خطوة ممكن تسهل وتسرع وتنقص من التكلفة في الموضوع ممتازة هذه. ممتازة، تختصر عليك قداش خطوة في خطوة. طبعا تختصر عليك خطوات هلبة يعني. انت لما تدير حالة فول ارش واكسب مانوال تاخذ منك وقت كبير هلبة. ممكن 10% من الوقت هذا تكمل انت بادي تطبع يعني في الفايل. والله ممتازة هذه، ممتازة. وطبعا الدي سي 12 موجود في شركة الرضوان. موجود الحمد لله. فيكم مشن تو. نعطوا نسبة من المبيعات للدكتور سند. لازم تذاكر كويس قبل البودكاست. يستاهل كل خير. بارك الله فيك دكتور سند. شرفت بيك. وشكرا على المعلومات الجميلة هذه اللي أعطيتها لنا. وإن شاء الله يستفيدوا منها دكاترتنا اللي مش شرط طبعا الكلام كله يكون صح. ايه. فممكن يفتح باب مناقشة يعني، وإحنا نطوروا من نفسنا أكتر وأكتر يعني. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وهيك وصلنا لنهاية الحلقة الثالثة من بودكاست الرضوان. إن شاء الله انتظرونا، ما زال في حلقات ثانية مشوقة وكبيرة جدا إن شاء الله تفيد كل زملائنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.